5 حاجات هتندم لو ما عملتهاش قبل ما تتخرج من الجامعه. بجد يا جماعه الفيديو ده مهم جدا 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 علشان مش بعد كده ترجعوا تندموا بعد ما تتخرجوا، فلازم تسمعوا الفيديو ده كويس. لو انتوا لسه يا دوبك داخلين الجامعه ومش عارفين تذاكروا ازاي، تقدروا انكم تشوفوا الفيديو اللي هيظهر لكم ده في الاي، هيساعدكم بشكل كبير جدا انكم تذاكروا بشكل احسن. ازيكم يا جماعه؟ انا عارفه ان انا بقالي فتره طويله جدا ما عملتش فيديوز، وده لاني كنت بتخرج اخيرا بعد حوالي اكتر من 18 سنه تعليم. انا مش عارفه الصراحه اعدهم من كتر ما هم كتير. انا تقريبا بتعلم من انا عندي 2.5 سنين. اخيرا خلصت تعليم. ففيديو النهارده بقى جاي اقول لكم ايه الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها قبل ما تتخرجوا، وايه الحاجات اللي تعملوها والحاجات اللي ما تعملوهاش، علشان مش بعد كده ترجعوا بعد ما تتخرجوا تندموا وتقولوا يا ريتنا ما عملناش، او يا ريتنا كنا عملنا. فاهينا نبهت، اللهم بلغت اللهم فاشهد. عايزه كله يركز في الفيديو ده. لو انت دلوقتي طالب في الجامعه او طالب في ثانويه عامه وخلاص داخل على الجامعه، فلازم تركز في النقط اللي انا هتكلم عليها في الفيديو ده علشان هتفيدكم جدا. وبس كده، بلاش رغي كتير، يلا نبدا بالفيديو. اول نصيحه واهم نصيحه لازم تاخدوا بالكم منها، انكم لازم تعرفوا هدفكم. وطبعا هبقى واحده بضحك عليكم لو قلت لكم انكم هتبقوا اشخاص بعد ما تتخرجوا عارفين هدفكم وعارفين هتعملوا ايه بالظبط وهتبداوا تشتغلوا على طول. بجد هبقى بضحك عليكم لو قلت لكم كده، لان ده كلام مش منطقي. بس على الاقل لازم تكونوا عارفين انتوا عايزين تعملوا ايه. بمعنى، خلينا اقول لكم بمثال اكتر علشان تعرفوا ازاي وهتمشوا ازاي بالظبط. دلوقتي انت طالب دخلت اولى جامعه، لازم من اولى جامعه تحدد انت هتمشي في المسار الاكاديمي وعايز تتعين في الجامعه، ولا هتمشي المسار الثاني اللي هو العملي براكتيكال بره الجامعه. لازم الحاجه دي تحددها من اول سنه اولى. ليه بقى؟ علشان هي اللي هتبقى يعني هي اللي هتحدد لك بعد كده حياتك الجايه عامله ازاي. هل هتفضل تدح وتذاكر وتحضر كل المحاضرات وتعمل علاقات مع الدكاتره وتبقى حياتك كلها يعني ليها علاقه بالجامعه، ولا هتبقى شخص بتذاكروا كل حاجه وبتنجح بس انت اهتمامك اكتر بحاجات براكتيكال بره؟ بجد يا جماعه مش عايزاكم تبقوا في الاشخاص اللي في النص دول، اللي هم ولا محصلين دول ولا عارفين يبقوا من اوائل الدفعه، ولا محصلين دول ان هم مش عارفين يطلعوا ويشتغلوا مع الجامعه وضميرهم بيأنبهم. حاولوا حددوا من سنه اولى انتوا هتكونوا انهي حاجه من دول، هتبقوا دول ولا هتبقوا دول. طيب هتحدد بناء على ايه؟ هتحدد بناء على ايه اللي هيريحك اكتر. يعني احنا طبعا ربنا كلنا خلقنا اشخاص مختلفين عن بعض. في الشخص اللي بيحب يذاكر ويبدا يعمل ماجستير ودكتوراه وحياته كلها مذاكره، وفي شخص تاني بيذاكر كل حاجه بس بيحب ان هو يبقى حياته براكتيكال اكتر، يشوف حالات اكتر مثلا لو هو دكتور، او يتعامل اكتر في سوق العمل بره. فانت لازم تحدد انت هتحب انهي واحده فيهم. الحاجه الثانيه، انت حاول مثلا لو انت لقيت نفسك مايل شويه للمجال الاكاديمي، حاول ادي نفسك فرصه وادي نفسك مثلا في سنه اولى اقعد ذاكر ودحي جامد جدا وذاكر قوي، وشوف بقى ربنا هيوفقك وهل هتقدر فعلا تبقى من الاوائل، ولا هتلاقي نفسك اللي هو مهما ذاكرت ومهما عملت مش عارف تبقى من الاوائل. فهي دي كل الحاجات اللي هتساعدك انك تحدد هتمشي في الطريق ده وهتمشي في الطريق ده. ومش لازم يا جماعه كلنا نمشي نفس الطريق. مش لازم ان الشخص اللي هيتعين في الجامعه هو الشخص الناجح والشخص اللي مش هيتعين في الجامعه ده فاشل. لا، احنا اشخاص مختلفين عن بعض، كل واحد ليه حاجه بيحب يمشي فيها وطريق بيحب يمشي فيه. انت عرفت تنجح في ده، في غيرك عرف ينجح في ده. فمش معنى ان الطريق اللي كل اغلب الناس بتبقى عايزه تسلكه هو الطريق الصح وهو طريق فعلا النجاح. لا، مش لازم. فانت شوف انت الطريق اللي هيريحك ايه اكتر، والطريق اللي هتقدر تنجز وتنجح فيه اكتر. الحاجه الثانيه بقى اللي هتحددها في هدفك بعد ما خلاص انا اخترت عرفت انا هعمل ايه بالظبط، هتشوف المجالات اللي بتسمح لك فيها كليتك انك تشتغل فيها. مثلا هنقول مثلا ان كليتك فيها 5 مجالات تقدر تشتغل فيهم. هنعمل ايه بقى؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحاول نستبعد المجالات اللي احنا مش شايفينها احسن مجالات لينا في الاول، وبعد كده هنشوف المجالات اللي احنا متقبلينها وهنبدا نشتغل على نفسنا فيها. كل سنه اشتغل على نفسك في مجال، خد كورس، خد تدريب ليه علاقه بالمجال ده لغايه ما تحدد في اخر سنتين في الجامعه تكون على الاقل محدد مجالين انت بتفكر فيهم. اخر سنتين او اخر سنه في الجامعه انت محدد مجالين هتشتغل فيهم. مجال اوريدي هتكون شغال على نفسك فيه جامد قوي وهتتعب فيه قوي علشان بحيث انك اول ما تتخرج تلاقي شغل فيه على طول. والمجال الثاني هتاجله شويه بعد التخرج، مثلا انت بتشتغل في المجال اللي انت بتشتغل فيه تكون بتطور نفسك في المجال الثاني.
لو طبعا انا كل الكلام ده بتكلم فيه ده لو كليتك اصلا بتسمح بكده. يعني في كليه مثلا كليه زي طب بشري الموضوع مش عندهم فليكسبل زي كده. طب بشري انت لازم تذاكر جامد قوي علشان تقدر تحدد المجال اللي انت عايز تشتغل فيه بعد كده، عشان تقدر تحدد القسم اللي عايز تتعين فيه بعد كده. فلازم خلال فتره الدراسه تكون بتذاكر جامد قوي وبتحاول تجيب اخرك في المذاكره، علشان لو انت حاطط في دماغك مجال معين. انا في النقطه دي انا مش بتكلم على بتوع طب بشري خالص، انا بتكلم على باقي الاقسام وباقي الكليات. فلازم تبقى محدد هدفك، اكيد طبعا مش بشكل كامل، ولكن على الاقل تبقى عارف انت هتعمل ايه، علشان لما تتخرج ما تلاقيش نفسك تايه ومش عارف انت عايز تبدا من فين ولا هتعمل ايه. مش عايزين نتخرج نلاقي نفسنا تايهين، لا، عايزين نتخرج على الاقل نلاقي طريق يكون واضح بنسبه 60 ل 80%، مش طريق مشوه مش عارفين هنبدا من فين ولا هنعمل ايه بالظبط. الحاجه الثانيه بقى هي انك ما تشغلش نفسك بتفاهات. فتره الجامعه فتره مختلفه تماما عن فتره الثانويه العامه. خلاص انت بقى خلصت من الثانويه العامه، هتبدا تتحرر شويه من القيود. طبعا اهلك خلاص بقى مش هيقولوا عليك انك شخص خلاص كبير، شخص مسؤول عن نفسك، شخص مسؤول عن تصرفاتك، فمش هيبداوا مثلا يراقبوك ولا يشوفك انت رايح من فين ولا انت جاي من فين. وفي ناس كتير جدا بتتغرب اصلا وبتبعد عن اهلها. فلازم تكون شخص عندك مبادئ، والمبادئ اللي تكون عندك دي ما تتجزأش. مفيش حاجه اسمها ما الفلان بيعمل وفلان بيعمل والناس كلها بتعمل ما اعملش انا ليه كمان، لا، لازم يكون عندك مبادئ، والمبادئ دي ما بتتجزأش. ومش ولازم تكون انت بتراقب تصرفاتك، مش مستني حد يعدل لك تصرفاتك ويراقبك علشان تخاف وتمشي مظبوط. يا جماعه من الحاجات اللي لازم بجد تاخدوا بالكم منها خلال فتره الجامعه، لان فتره الجامعه تبقى حياه مفتوحه، الدنيا كلها مفتوحه. فاول حاجه لازم تبعد عنها هي الارتباط. اغلب العلاقات اللي بتبقى في فتره الجامعه ما بتتمش وبتنتهي. يعني في فتره الجامعه انت مش المفروض تبقى تاخد بالك من فلان بيعمل ايه ويسوي ايه ومين زعلان ومين مش زعلان ونصالح بعض ومش عارفه، لا، انت المفروض في فتره الجامعه تركز على حياتك انت، تنمي من نفسك انت، اذا كان ولد او بنت. لو ولد المفروض ان هو بيحاول ينمي من مهاراته ويحاول يحسن من نفسه، علشان بعد كده اول ما يتخرج يلاقي شغل، او اوريدي كمان اصلا المفروض بيشتغل مع الجامعه. ولو بنت المفروض برضو بتنمي من نفسك وبتنمي من شخصيتك وبتبقي احسن نسخه من نفسك، علشان برضو بعد كده لما ربنا يرزقك وتلاقي الشخص المناسب. ففتره الجامعه ما فيهاش ارتباط. الارتباط غير ان هو حرام، هو تضييع لوقتك، ومش هتركز مع نفسك، ومش هتركز في نجاحك، ومش هتركز في تطورك، وهتبقى مركز مع شخص تاني اكتر ما انت مركز مع نفسك اصلا، وهتضيع وقتك كله على الفاضي، وهترجع بعد كده تقول يا ريتني ما كنتش عملت كده. فالارتباط ممنوع خلال فتره الجامعه. الحاجه الثانيه الصحاب خلي بالك منهم، وخصوصا لو انت شخص بتقضي اغلب وقتك في الجامعه وبتروح الجامعه كتير، لازم تاخد بالك من صحابك اللي في الجامعه عاملين ازاي. ما تقولش مثلا انا هبقى مع فلان وكده كده اصلا مش هتاثر بيه، وهبقى مع فلان وهو فلان ده مش كويس بس انا كده كده مش هتاثر بيه، هبقى قاعد معاه عادي بس مش هعمل زي ما هو بيعمل. لا، هتلاقي نفسك بترجع بتعمل اللي هو بيعمله. فانت لو بتقضي وقت كبير جدا في الجامعه وعندك صحاب في الجامعه وبتقضي معاهم وقت كبير، لازم تختارهم بعنايه وتشوف مين اللي ينفع تصاحبه ومين اللي ما ينفعش تصاحبه، لان زي ما بقولك الصديق قبل الطريق. الحاجه الثالثه بقى والاخيره العادات. حاول خلال فتره الجامعه يكون عندك عادات كويسه، بلاش تتجه للعادات اللي مش كويسه. فانت علشان ما تتجهش للعادات اللي مش كويسه ابدا والحق نفسك من الاول وكون لك عادات كويسه. العبادات تكون في وقتها، الرياضه، كل الحاجات دي هتخليك افضل نسخه من نفسك. برضو لو ما لحقتش نفسك خلال فتره الجامعه في النقطه دي هتلاقي نفسك اتجهت لحاجات مش كويسه خالص. فتره الجامعه زي ما قلنا فتره مفتوحه، فلو بدات تدي لنفسك اللي هو مش مهم هجرب دي، مش هتلاقي نفسك ضعت خالص. فخلي بالك من النقط دي كويس قوي. الحاجه الثالثه بقى، ودي انا هقولها، انا عارفه ان في ناس ممكن تتفق معايا فيها وناس تانية ممكن يعني تختلف معايا فيها، وطبعا اكيد يعني عايزاه رايكم كلكم في التعليقات. يعني اي حد مر باي تجربه يا ريت يكتبها لي تحت في التعليقات. بس انا شايفه ان الانشطه الطلابيه واتحاد الطلبه حاجات كلها ملهاش اي لازمه وكلها حاجات تضيع وقت على الفاضي. خليني اقول لكم ليه. يعني دايما لما هتيجي تخش في انشطه طلابيه هتلاقي كل شويه ميتنج على زوم، يلا كلنا نتجمع، فلو انت لازم تسيب كل حاجه في حياتك وتروح ميتنج وتخش الميتنج يا ريت تستفاد منه حاجه، كلام فاضي. مش عارفه احنا عاملين ميتنج هنتجمع في المكان الفلاني، تروح يعني لو رحت هتلاقي كله هزار وضحك وكلام فاضي، ما بيعملوش اي حاجه مفيده. هتقولي بس ازاي ده انا عايزه اشترك في الانشطه الطلابيه،
علشان يبقى عندي سوفت سكيلز وعلشان يتحسن عندي المهارات ومش عارفه ايه، احب اقول لك ان غالبا يعني مش هو ده اللي هيحصل. ولو حصل فانت ممكن تكتسب الحاجات دي من حاجات تانية. بمعنى يعني لو مثلا انت شخص تقول انا عايز اشترك معاهم علشان اتعلم على حاجه، اتعلم ان انا اعمل حاجات في السوشيال ميديا زي جرافيك ديزاين، الفيديو اديتنج، بلا بلا بلا. لو انت عايز تعمل ده فالافضل ليك بدل ما انك تشترك في انشطه طلابيه انك تفتح بيزنس خاص بيك، تعمل كونتنت على السوشيال ميديا بنفسك. الحاجات دي غير انها هتعلمك اكتر اصلا لانك هتكون انت معتمد على نفسك بنسبه كبيره، غير انك بعد ما تتخرج محدش هيقول لك يلا بقى هات كل اللي انت عملته ده وانت كده انت ما عملتش اي حاجه. وده اللي بيحصل في الانشطه الطلابيه، اللي هو انت تفضل تعمل بوستات ومش عارفه ايه ونعلي الريتش بتاع الصفحه ومش عارفه ايه، بعد كده تتخرج خلاص حد غيرك اصلا بيمسك الكلام ده، فانت كده كده ما استفدتش. وتقول لك مثلا انا عايزه اخش في الانشطه الطلابيه علشان يكون عندي سوفت سكيلز واعرف اتعامل مع الناس وان انا شخص انطوائي ما بيتعاملش مع الناس. احب اقول لك الشغل ممكن يعلمك ده، انك ممكن تاخد كورسات مثلا ليها علاقه بازاي انك تتكلم قدام الناس، او انك ترمي نفسك مثلا في اي حاجه ليها علاقه بان انا اتكلم قدام الناس. كل الحاجات دي هتساعدك برضو في نفس الموضوع. لكن الانشطه الطلابيه نفسها انا بحسها يعني غالبا يعني اغلب الانشطه الطلابيه ممكن يكون في انشطه طلابيه كويسه، ولكن اغلب الانشطه الطلابيه ملهاش لازمه. فانت لو برضو عايز تدي نفسك فرصه، ادي نفسك فرصه وخش في الانشطه الطلابيه، بس لو ما لقيتش انك في عائد ملموس من الانشطه الطلابيه اللي انت داخلها دي اطلع منها، ما تضيعش وقتك على الفاضي. واشغل نفسك بحاجات تانية افيد هتستفاد منها حتى بعد كده بعد التخرج، وبدل ما تضيع وقتك على الفاضي في انشطه طلابيه وحاجات ملهاش اي لازمه. الحاجه الرابعه بقى والمهمه جدا برضو ان هي لازم تطور نفسك في البيزكس. يعني ايا كان كليتك ايه، بجانب الحاجه اللي انت هتنمي نفسك فيها في الكليه دي، احنا لازم نطور من نفسنا في حاجات تانية. بمعنى لازم اي حد فينا يكون بيعرف يكتب سي في، يكون عارف الاساسيات بتاعت كتابه السي في. لازم يكون بيعرف يتكلم لغه واحده على الاقل بجانب اللغه الام. ويرجوكم يا جماعه ما حدش يروح يتعلم لغات غريبه ما حدش بيستعملها، روحوا اتعلموا لغه مشهوره، لغه مطلوبه في سوق العمل. ما حدش يروح يقول لي انا عايز اتعلم اللغه الفلانيه علشان بحب المسلسل الفلاني، ده اسمه تفاهه. اتعلم اللغه المطلوبه في سوق العمل علشان اجرك يعلى، علشان نسبه قبولك في اي شغلانه تزيد. فبنتعلم لغه تكون الناس بتستعملها، الناس طلباها في سوق العمل. وكمان لازم تتعلم ازاي انك تجتاز الانترفيو وازاي يكون عندك سوفت سكيلز كويسه. فالحاجات دي كلها لازم تتعلمها خلال فتره الجامعه ايا كان ايه المجال اللي انت هتشتغل فيه. الحاجات دي هتحتاجها في اي مجال، فلازم تبدا تطور من نفسك فيها خلال فتره الجامعه، او لو انتوا دلوقتي في ثانويه عامه برضو اشتغلوا على نفسكم فيها، لان في حاجه مثلا زي اللغه بتاخد وقت كبير جدا علشان تقدروا انكم تبقوا كويسين فيها يعني، او توصلوا لمستوى كويس فيها. فبتحتاج منكم استمراريه وبتحتاج منكم انكم تشتغلوا على نفسكم كتير. وبالمناسبه انا عملت فيديوز كتير ليها علاقه بازاي ان احنا نتعلم اللغه الانجليزيه، لو انتم مهتمين بالموضوع ده هتلاقوا ان الفيديوز ظهرت لكم عندكم هنا في الاي. اخر حاجه بقى واخر نصيحه، ودي للاسف النصيحه اللي انا يعتبر ما عملتهاش قوي لان انا شخصيه شويه انطوائيه، هو ان احنا لازم نكون علاقات. انا حاولت ان انا اعمل ده في اخر سنتين في الجامعه، ولكن ما عملتهاش من قبل كده، او في فرص جات لي وما عرفتش اعمل فيها ده. فحاولوا على قد ما تقدروا انكم خلال فتره الجامعه تكونوا علاقات. ومش بقول لكم يا جماعه انكم تكونوا علاقات مع الدفعات اللي اصغر منكم وتبقوا الشخص الروش اللي هو في الجامعه والناس كلها عارفاه والمشهور، لا ما بتكلمش على كده خالص. انا بتكلم انكم تكونوا علاقات مع الدكاتره مثلا، مع الدكاتره بتوع الجامعه، او مع الناس الدفعات الاكبر منكم، الناس المجتهده مش الناس الروشه، لا تعملوا علاقات مع الناس المجتهده، الناس اللي شغاله على نفسها، بحيث انها تجيب لك فرصه بعد كده. يعني انت تقدر تجيب له فرصه، هو يقدر يجيب لك فرصه، وهكذا. فلازم نعمل علاقات مع الناس دي. او لو نزلت سوق العمل اعمل علاقات مع الناس اللي انت خدت معاهم كورس، الناس اللي انت خدت معاهم تدريب، وحاول انك دايما تدي انطباع كويس عن نفسك معاهم، علشان هم اللي ممكن يكونوا مصدر بعد كده ان هم يجيبوا لك شغل بعد ما يعرفوا انك اتخرجت. فحاولوا دايما تكونوا اشخاص اجتماعيين بشكل صح، مش اجتماعيين بشكل غلط، اجتماعيين بشكل صح، بحيث انكم بعد كده الحاجات دي هتفيدكم جدا 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 بعد كده. دي تقريبا الخمس نصايح اللي جم في بالي انا وبكتب الفيديو ده. لو اي حد تاني عنده اي نصايح تانية يا ريت يفيدنا بيها ويكتبها لنا تحت في التعليقات.
ويعني اي حد اتخرج او خلاص قرب يتخرج، يا ريت تكتبوا لنا برضو الحاجات اللي انتوا اتعلمتوا منها او الاخطاء اللي وقعتوا فيها علشان ما حدش غيركم يقع فيها. وبس كده، ده تقريبا فيديو النهارده. لو فيديو النهارده عجبكم يا ريت تعملوا سبسكرايب، وكمان يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده، وفولو على الانستجرام وعلى التيك توك، هحط اللينكس تحت في الديسكربشن بوكس. بقدم هناك برضو فيديوهات هتفيدكم جدا. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.